السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا في التايم سكوير راكب العربية ومستك في المرور بقالي أكتر من 25 دقيقة ما مشيتش بلوكين. الدنيا مش في مشكلة في المرور. بس أنا قلت أخد لكم صورة للتايم سكوير بالليل. حاجة فيديو صغنططة كده. ده التايم سكوير كله منور أهو، وادي السكرينز وشوفوا كمية الناس اللي ماشيين. كل دول سواح، كل دول سواح في التايم سكوير. لو شفتوا هنا المرور واقف، بجيب لكم انا المرايه كمان اهو، وادي الناس هنا اهي، الناس اهي اهي. لان الشيخه صفيه، الشيخه صفيه اللي كانت شيخه وبتقلب اهي، بتستخبى من الكاميرا. الشيخه صفيه اهي بتقول لك عاوز اكل اكل عربي، وقلت لك اكل ملوخيه. طب اجيب لها ملوخيه منين؟ فطلعنا طلعنا اكلنا تشيكن، فراخ ورز بتاع من عربيه حلال مصري. اصحابها متهيالي اخوان، هم اخوان يعني، من اشهر عربيات اللي بتبيع فراخ ورز وحاجات في العالم كله، ربنا يبارك لهم. ادي زي ما انتم شايفين التايم سكوير كله شاشات، كل العماير شاشات. وادي الناس، كمية الناس وكمية الزحمة. ادي اهي عشان السي سي بي يقول لك السواح. بصوا هنا لو شفنا هنا الناس هنا عاملة ازاي. ناس اهي شوفوا الناس فين فوق، الناس فوق. المهم يعني الدولة الديمقراطية يعني التايم سكوير ده او ميدان التايم سكوير الملخبط دوت طول عمره بيبقى زحمة يعني. بس زي ما انتم شايفين هم استخدموا بس عبارة عن شاشات. طبعا هو شهرة المكان جاي من المسارح، كمية مسارح، لان احنا هنا في برودواي. المنطقة دي منطقة مسارح مشهورة جدا. الناس بتيجي من العالم كله عشان تتفرج على مسرحيات وكده. واحد هنا بيقول لك Jesus is love. Yes, Muhammad is love too. Left 4. Hey, give me 4. Yeah, let me see. واحدة شايلة Jesus is love. No, 4. 4. Like, tell her 4. Close. 4. Only 4. Yeah. بتقول لك Jesus is love. رفعناها 4. يلا، ما هو جيسس بتاعنا برضك، هو جيسس مش بتاعهم هم بس. طبعا هي مش فاهمه بترفع ليه يعني، برضك عشان الساده ثانك يو، عشان الساده اللي بيستمعوا لينا يعني. فانا بس بوريكم كميه الناس. What she say? I have no idea. Yeah, I think she said your dad is so cute. Yeah. انا بس عشان اقول لكم والله انا حزين صدقوني. الناس يمكن بتيجي امريكا لا لشيء الا لسمعه حاجه بيسموها ديمقراطيه، يعني هي ديمقراطيات محسوبه وكده. سيبكم من التقدم ومن كده، بس صدقوني عمرك ما هتتقدم وعمرك ما هتتحرك وانت ما عندكش ديمقراطيه. لان الديمقراطيه بتخليك تشتغل وانت مطمئن على اموالك، وانت مطمئن على حياتك، وانت حر حاسس بالحريه وطعمها. حزين عليك يا بلد. والعرس راكب ومدلدل ديله، مش رجليه، لان العرس ده ملوش رجلين، ده ليه ديل. عموما يعني نبشركم خيرا. انا بس بهزر معاكم بالفيديوهات دي، لكن ان شاء الله قريبا هنزل فيديوهات. اللي انا في فيديوهات كتير قوي مصورها لرحلة العرس هنا. وصدقوني يعني الفيديوهات دي تتجمع كلها وتتعمل ديكومنتري موفي او فيلم تسجيلي بيوضح وبيثبت للناس ان السيسي خلاص بح، بس هو ما فضلوش غير الدبابة اللي وراه. وكلنا شفنا سلطات الاحتلال في فلسطين
كله بيتك بيتك بيتك، مدارس مفيش، ده مفيش، ده مفيش، عشان بس بعض الشباب شالوا سكينة. وأنا بقولها لكم أهو، الجندي الإسرائيلي عنده عقيدة قتالية وهو أقوى كثيرا عقيدة من الجندي المصري اللي هو بتاع السين، اللي هو جندي السيسي، اللي كل همه الحفاظ على سلامة وأمان القيادات بتاعته بس، لا بتوع حرب ولا بتوع نيلة. فشوفنا فلسطين البلد كلها خدت أجازة عشان الناس يعني مسكوا سكينتين 3. امال العرس بقى لما الناس تطلع له في مصر ان شاء الله، اللي عنده فاس واللي عنده شومه واللي عنده زعزعه قصب ولا يا سيسي هنجيبك ان شاء الله. مساله وقت، والفتره دي ان شاء الله فتره تقييم، والناس تقيم اعمالها، وكل اللي مطلوب من الناس محدش يستخدم العنف. احنا ضد العنف تماما. كل اللي بنطلبه من الناس ان تدافعوا عن انفسكم طبقا لكل دساتير العالم، وخاصة الدستور المصري 2012 وكمان 2013 الدستور السيساوي، لأن مفيش دستور في العالم، مفيش دستور في العالم بيمنعك من ان انت تحمي نفسك that's it. طبقا لأي دستور في العالم، بتاع الدساتير معمولة عشان تحمي الفرد، مش عشان تحمي القيادات والدولة المجتمعات بتقام من أجل الأفراد. فإذا كانت سلامة الفرد في خطر فلتذهب كل المجتمعات إلى الجحيم، لأن فكرة إقامة المجتمعات سواء إذا كانت قبيلة، سواء إذا كانت قبيلة، سواء إذا كانت دولة، إذا كانت مملكة، إذا كانت إمارة، إذا كانت زي ما كانت، فهي الهدف منها هي حماية الفرد، حمايته الاقتصادية وحمايته السياسية وحمايته الأمنية وما شابه، وتنظيم التعاملات بين الناس. فإذا كانت البيوت الناس صودرت وهدمت، وإذا كانت أرواح الناس خطفت، وإذا كانت أعراض النساء ولا أعراض الناس يعني هتكت، سواء إذا كان نساء وشباب كمان، فلتذهب الدولة وفكرتها إلى الجحيم. نحن الآن في مصر في مرحلة اللا دولة، مجموعة من الفسدة ومجموعة من الناس الضعفاء اللي اتربوا على البيادة، وهم بيعشقوا البيادة ليس حبا فيها، ولكن ما يقدرش يقول لا، لأنه عارف لو قال لا هينتهي، لو قال لا هينتهي، لو قال لا هينتهي. الدنيا زحمة، يعني أنا ما مشيتش 10 متر من ساعة ما بدأت أكلمكم، فأنا لسه بس بوريكم يعني كمية الناس ماشية عاملة إزاي في التايم سكوير. احنا محاصرين بالناس. لو اطلع لكم فوق كده، اطلع فوق اطلع الدنيا يعني، وكل ده عشان شاشات تلفزيونية الناس بتروح تشوفها. كان معكم بهجت صابر من التايم سكوير نيويورك. يا عرس يا سيسي.